صفاته الذميمة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن الإنسان لكفور هو الذي أحياكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لن تجد الإنسان في كتاب الله إلا وهو بتلك الصفتين. نعم، يقول الله الإنسان ويعقبه بمبدأ خلقه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه